اهلا بيكم. النهارده هنعمل مقارنه ما بين اهم تليفونين، الايفون 16 برو ماكس والايفون 17 برو ماكس. اعمل لايك وسبسكرايب ويلا. اول حاجه هنتكلم عليها وهي التصميم. بالنسبه للتصميم الاتنين شبه بعض جدا في الشكل، بس ال 17 اخف شويه وانحف، والاطار بتاعه من التيتانيوم الجديد. تعال بقى نتكلم عن الكاميرات. في ال 16 عنده 3 كاميرات ورا، لكن ال 17 بقى فيه 4 كاميرات. بالنسبه للكاميرا الرابعه هي الكاميرا الجديده الالترا تيلي فوتو، تديك زوم لحد 7 اكس من غير ما تخسر اي جوده، وكمان في تحسينات في تصوير الليل في الفيديوهات في الاضاءه الضعيفه. تعال بقى اكلمك عن الاداء في ال 16 كان المعالج ال 818 برو، لكن في الايفون 17 جاي بال 19 برو اسرع بفرق واضح، وخصوصا في الجيمز والذكاء الصناعي. اما بقى هكلمك عن البطاريه في ال 17 بطاريته اكبر شويه وبتديك وقت اطول في الشحن، وكمان في شاحن سريع 35 واط. اما بقى الشاشه هنا الاتنين شاشتهم 6.9 انش سوبر ريتينيا اكس دي ار، لكن ال 17 بيدعم سطوع اعلى في الشمس. خلاص وصلنا بقى لمرحله السعر. سعر ال 16 برو ماكس كان بيبدا من حوالي $1000، انما ال 17 برو ماكس بيبدا من $1200. كده وصلنا لمرحله ان انا اقول لك الخلاصه لو معاك الايفون 16 برو ماكس، انا شايف ان الترقيه مش ضروريه، الا في حاله ان لو فارق معاك الكاميرا الجديده اللي هي بتوصل ل 7 اكس. لكن لو انت مثلا في ال 12 برو ماكس او ال 13 برو ماكس، انك تشتري ال 17 برو ماكس هيبقى نقله قويه جدا. بس كده دي الفرق باختصار. لو استفدت اعمل لايك وسبسكرايب. ودلوقتي احب اختم الفيديو بكلمه لا اله الا الله.